ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله فيديو النهارده هكلمكم عن منتج انتشر بقاله مده يعني في السوق، وناس كتير جدا اتكلموا عنه، الانفلونسرز في مجال الفتنس بالذات يعني بالذات في نقطه السعر يعني. والمنتج ده هو الفيجن بروتين من شركه ليميتلس. هحاول ان شاء الله اغطي الموضوع ده النهارده من كل الجوانب يعني ان شاء الله، مثلا زي من نقطه السعر، نقطة الأحماض الأمينية عشان في عليه خلافات في نقطة هل الأحماض الأمينية كاملة ولا عشان هو نباتي وكده. النقطة الثالثة هي الطعم، وإيه الفرق بينه وبين الواي بروتين العادي يعني، ونقطة الامتصاص بتاعه، ولو عايز تشتريه منين بالظبط، السعرات الحرارية اللي فيه ونسبة البروتين، وأصلا وزن العبوة قد إيه بالظبط. إن شاء الله هحاول أغطي كل النقاط اللي أنا اتكلمت فيها النهاردة دي. أولا سعره حوالي تقريبا 450 جنيه، ممكن تلاقيه حاليا مثلا ب 500 كمان، ولكن اصلا اول ما المنتج ده نزل اصلا كان سعره بادئ مثلا ب 300 لغايه 350، بعدين وصل 450، وده بسبب الايه، الغلاء اللي احنا فيه يعني. ولكن لو هتقارنه بالواي بروتين العادي، لا هيعد ارخص بفرق ابن لذينه يعني، يعد ارخص من اي واي، من اي شركه، حتى الشركات المصريه كلها يعد ارخص بكتير من الواي العادي. بالنسبه لنقطه الاحماض الامينيه، حد قاعد يقول لي لا طب ما ده فيجن بروتين، حاجه فيجيتيريان يعني، حاجه نباتيه، فالاحماض الامينيه اللي فيه مش بتكون كامله وكده، والامينو اسيدز يعني. الموضوع مش كده بالظبط. هو الموضوع بيكون ازاي يعني؟ على سبيل المثال، انا عشان مثلا ايه اديك منتج فيه الفول امينو اسيدز او الاسينشال امينو اسيدز، الاحماض الامينيه المهمه، بعمل ايه بالظبط يعني؟ على سبيل المثال، انت لو جيت خدت مصدر حيواني، لحمه او فراخ او كده، بتلاقيها كامله الاحماض الامينيه، فيها ال9 اسينشال امينو اسيدز. ولكن الفكره بقى في المنتجات النباتيه، يعني مثلا لو جيت انا اكلت رز مثلا، هتلاقي مثلا لا ده ما فيهوش ال9 اسينشال امينو اسيدز، هتلاقي مثلا فيه 5 مثلا 6. جيت مثلا خدت البسله، هتلاقي فيه مثلا 4 او 5 مش كامله. ولكن لو انا مثلا كلت مثلا رز معاه مثلا شويه بسله، طب ما يعني ده الحاجات اللي كانت ناقصه مثلا في الرز، الاحماض الامينيه اللي ناقصه في الرز موجوده في البسله، والحاجات مثلا اللي كانت ناقصه عند البسله مثلا موجوده في الرز. فبالتالي لما انت خدت الحاجتين مع بعض كملوا بعض، فبقت الاحماض الامينيه كامله. فاهمين الفكره؟ فهل المنتج ده كامل الاحماض الامينيه ولا لا؟ كامل الاحماض الامينيه يعني، زي يعد زي الواي العادي، وزي كأنك خدت مصدر حيواني بالظبط. الامينو اسيدز تعد كامله يعني، على حد ما سمعت في الليبل بتاع الليميتلس فيجن بروتين ده، لقيتهم عاملينه اصلا من الرز والبسله وبذور كذا حاجه تانية يعني. فالفكره هم مجمعين كذا مصدر نباتي بحيث ان هو يديك ال9 اسينشال امينو اسيدز او الاحماض الامينيه تكون كامله. كطعم هو نازل منه 3 اطعمه، الفراوله والموز والشوكولاته. لو هتسالني يعد مش افضل حاجه كطعم، طعمه مش جامد او مش حلو قوي يعني. ولكن الفكره لو هتكلم بصراحه كمقابل السعر اللي انت بتدفعه، لا يعد طعمه مقبول جدا يعني، ويعد كقيمه مقابل سعر يعني، يعد لا ممتاز جدا يعني. حد دلوقتي يقول لي طب امتصاص البروتين النباتي مش كويس يعني، البروتين النباتي عامه في الجسم مش بيمتص كويس. هقول لك الكلام ده صح، ولكن في نفس الوقت الشركه لما جت عملت المنتج ده ضافت عليه انزيمز وحاجات كتير جدا يعني، بحيث انها تسهل هضم في البروتين ده. فاللي اقدر اقوله لك لا، امتصاصه كويس جدا وما فيهوش اي مشكله. طب نجيب المنتج ده منين بالظبط؟ هو بصراحه المنتج ده جيت سالت في كذا محل مكملات يعني، في محلات المكملات عامه زي ماسل زون او ماكس ماسل او البراندات دي، غالبا مش هتلاقيه فيهم. يعني بصراحه هتلاقيه غالبا لو عايز تجيبه مثلا ممكن تخش على الويب سايت بتاعهم او صفحتهم على الفيسبوك او كده، اللي هي شركه ليميتلس، او ممكن بتلاقيه غالبا المنتج ده في الصيدليات يعني، زي الصيدليه زي العزبي، على حد ما سالتهم حاليا موجود في العزبي. وانا شخصيا ارجح المنتج ده جدا يعني بالنسبه للغلاء اللي احنا فيه حاليا يعني. والعلبه بيكون وزنها كيلو، وبيكون السكوب وزنه 44 جرام، وبيكون فيه 157 كالوري و33 جرام بروتين. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتم جداد معانا في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.